انا من النهارده عايز اعرف انت هتديني كام. علشان البرنامج اللي انت بتعمله ل3 مستويات، اللي هو اصلا المستوى الاول فيه بيتفوق على ال FMVA. الموضوع مرهق جدا، عايز فوق يومي يوم تاني. محمد خليفة اللي قريب منك او اللي عارفك عارف حالتك المادية. انا عندي عربيه، بلبس كويس، سافر جامد جدا وفي زي اتنين. يثبت نفسي يا اما انا منفعش ان انا احلم حلم زي ده. انا قبل ما رن الاون بيزنس بتاعي انا عايز احط اسوأ سيناريو ممكن يحصل. بيئه العمل بتفرق جدا في نمو الشخص. انا رايي المتواضع ان ابراز قوتي هي في النقطه اللي الناس هتستفيد مني فيها. اقول لك الاجابه المباشره مش فاضي. اكيد في فرق كبير قوي ما بين الشركات اللي موجودة في السعودية والشركات اللي موجودة في مصر. انت عارف ان الخريجين تجاره محاسبين كتير جدا لانه بيدفع ضريبه استثماره في الجامعه. ممكن ده السبب انك انت استمريت لحد النهاردة، انك انت دربت اكتر من 7800 واحد. ليه اخترت التحليل المالي؟ لان التحليل المالي بيشغل الدماغ. الشهادة ولا الخبرة ولا التقدير بتاع الجامعة هو اللي هيخليني ابقى شخص ناجح في الحياة. ان CME مش هي الشهاده الوحيده اللي موجوده. اي حد فينا المفروض يكون عنده اتقان في عمل. يا جدعان انا عايز اشتغل في البيج فور. الاي اي في النهايه هو ذكاء اصطناعي. صورنا البودكاست ده قبل كده، قلت لك شيل التاني. الله اعلم في ده نعمل فيه. انت استفدت، ما ضيعتش وقتك. معانا النهارده محمد خليفة. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا احمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. بص انا عايزك النهارده تكون فريندلي. بس في البدايه عرفنا مين هو محمد خليفة. محمد خليفة إنسان مصري دخل كلية تجارة، ذاكر كلية تجارة. هو ما كانش عارف هيطلع إيه بعد كلية تجارة غير كلمة محاسب. اتخرجت من كلية تجارة، يعني تايه شوية، أدور على شغل هنا أدور على شغل هنا. الدنيا ما كانتش موفقة وفي موضوع الشغل. طبعا أنت عارف إن الخريجين تجارة محاسبين كتير جدا، اكيد. فالعدد كبير مهول. زي ما كنا بنتكلم قبل البودكاست بتقول لي أكتر من 100,000 الدفعة الواحدة في الجمهورية. فالعرض كتير والطلب قليل، الشركات مش عايزة العدد الكبير ده. اكيد طبعا. فبدأت إن أنا يعني صبرت شوية على نفسي في موضوع إنه كان لسه باب الرزق ما اتفتحش الشغل يعني. قعدت تقريبا سنتين مش لاقي شغل. وفي السنتين دول بدأت إن أنا طيب هعمل إيه؟ فقلت شوف كورسز على اليوتيوب، ذاكر حاجة تفيدك لما يجيلك الوقت وتشتغل تلاقي ان الوظيفة انت فيها فاهم ما نسيتش. بتتطور مع الوقت يعني. لو انت بتتطور مع الوقت. حتى لو انت مش شغال انت بتتطور، فاهمني؟ صحيح. فبدأت ان انا اخد زي فيديوهات كده على اليوتيوب، سلسلة فيديوهات بتتكلم عن المحاسبة، اراجع اللي انا درسته في الكلية وبقدم في الشركات في نفس الوقت. لحد ما ربنا اراد وبدأت ان انا جالي وظيفة كويسة بالنسبة لسني وقتها، لسه فريش لسه متخرج. فبدأت محاسب صغير. بعد كده سألت نفسي أنا هفضل لحد إمتى ماشي في الكارير بتاع محاسب، وبعد كام سنة أترقى أبقى مش عارف محاسب أول، وبعد كده مش عارف أبقى إيه. الكارير اللي بياخد وقت طويل ده أنا كنت عايز أسرعه. فبدل ما أوصل لمنصب زي مدير مالي في سن 40 سنة، واللي هو التدرج الطبيعي للخبرة العملية من بداية محاسب لحد مدير مالي بتاخد سنين. اكيد. أنا عايز أوصل للمنصب ده في سن أقل من سن 40 سنة، 35 سنة أو هكذا. فسألت الناس اللي أكبر مني عندهم خبرة عني إزاي أقدر أوصل لده. بصراحة ناس كتير جدا أرشدتني لعامل مساعد في حياة أي شخص خريج تجارة، خصوصا مجال المحاسبة، وهو الشهادات المهنية. بدأت أسأل إيه هي الشهادات المهنية. طب أنا دلوقتي أدرس أي شهادة مهنية؟ فكان يعني معظم الناس الخبرة اللي أقدم مني بيقولوا لي والله ابدأ بسيمي. ليه ابدأ بسيمي؟ لأن سيمي كانت هي في وقتي أنا دفعة الثورة، يعني دفعة 2011 تقريبا. فكانت هي الشهادة اللي واخدة الضجة في مصر. هي ما زالت اساسا دلوقتي لحد دلوقتي بيقول لك انت عايز تخرج من كلية تجارة وتبقى شاطر انك انت ادرس تكسر الدنيا، سيمي. ادرس CMA. صحيح. ما احنا هنيجي دلوقتي في الكلام ان احنا هنعرف ان CME مش هي الشهادة الوحيدة اللي موجودة.
بس سي ام اي شهاده مهمه، يعني زي الشهادات التانية. بس احنا هنا في مصر كنا دايما رابطين زي ما انت بتقول بحته عايز تبقى مميز ادرس سي ام اي. بالظبط. فانا زي اي حد قلت طيب ايه سي ام اي، بدات ان اعمل سيرش عليها، عرفت مكونه من ايه، قلت يلا هذاكر، لقيت ان تكلفه الدخول للامتحانات بتاعتها هتبقى مكلفه بالنسبه لي، مش هقدر احققها، خصوصا وانا كنت لسه يعني محاسب صغير راتب صغير. لكن قلت انا هخوض الرحله في اني ادرس لحد ما ربنا يأذن وامتحن. درست وانا بشتغل، وبعد كده يعني الشغل بتاعي هنا اللي كان في مصر بدأت ان انا افكر ان انا عايز اروح مكان يديني دخل اعلى عشان اقدر ادخل امتحان الشهادة واقدر اوصل للهدف بتاع التطور الوظيفي السريع اللي انا كنت عايزه. فكان الفكرة انه لا، انت علشان توصل للدخل الاعلى لازم تسافر بره. اكيد، هو اي طموح اي حد حاليا ان صحيح. هو يسافر بره. انا بتكلم على قصتي بقى، انت ايوه. سألتني انت مين فانا بجاوبك، فانا قلت لك انه والله انا وصلت لحتة لان لازم اسافر بره. فسافرت بره. الحمد لله رحت شركة كويسة جدا، والشركة اللي كانت هنا في مصر كانت شركة كويسة جدا برضه. بس كان الهدف ان انا مسافر لفترة زمنية معينة، مش مسافر فوريفر، مش سنين كتير، لا انا رايح عشان عايز فلوس علشان امتحن، علشان اعمل اكسلريشن، يعني بالظبط. اسرع من تطوري المهني، اسرع من طريقة تفكيري، اعرف نولج اكتر في المجال بتاعي. فبالتالي لما اجي اقدم بعد كده في شغل انا هقدم على منصب اعلى وانا في سن صغير، وده كان هدفي في البداية. بالظبط. اه. فالحمد لله فعلا قدرت، سافرت السعودية وقدرت اني اكمل مذاكرتي في سي ام اي، ودخلت الامتحان بتاع بارت 1 لانها تو بارتس، جزئين. وبعد كده الشركة كانت بتكافئ اللي بينجح في شهادات مهنية، الشركة اللي انا كنت فيها في السعودية. فتقريبا الحمد لله اني الفلوس اللي دفعتها للامتحان لما نجحت في بارت 1 ادوها لي تاني. كويس جدا. قالوا لي ده انت خلاص، انت مبروك ودي الهدية بتاعتك. وده بيحصل في معظم الشركات الكبيرة المحترمة دي، مش يعني دي حاجة مسلمات، ما شاء الله. طيب بعد كده بدأت الفكرة ان انا ازاي اتحولت من محاسب صغير لمدير مالي بدون ما اعدي على المراحل بتاعة محاسب اول وبعدين ادخل على رئيس حسابات وهكذا. انه كان تعال نقول مثلا انه مش عايز اقولها حظ، بس هي رزق ربنا، انه الشركة اللي انا كنت فيها كانت عبارة عن شركة من مجموعة شركات تبع لشركة قابضة، شركة تحتها شركات تانية. ايوه. ففي شركة من الشركات دي المدير المالي بتاعها قرر انه عايز ان هو ينزل مصر، هو كان مصري، في وقت اقل من شهر، فكانوا محتاجين حد يكون مكانه في الوقت ده. وهم ما عندهمش الوقت ان هم لسه هيجيبوا سي في وناس من بره وبتاع، الراجل عايز ينزل عشان عنده ظرف طارئ بالظبط. ليه اسبابه، لازم حد يجي يتعمل هاند اوفر، ياخد الشغل منه ويستلمه منه عشان يكمل بعده. فانا في الوقت ده كنت بقى لسه في ضجة ان انا ناجح في بارت 1 في سي ام اي، ومحمد كويس مجتهد، لكن احنا هنحطه في الشركة التانية في المنصب كمستوى مؤقت، يعني على لحد ما فترة نعين او لحد ما نوظف نجيب حد حد، بعد كده. لانه محمد لسه صغير. بالظبط. ف رحت دخلت الشركة التانية. طبعا انا من تفكير محاسب زائد ان انا درست شوية في سي ام اي، خدت بارت 1 كنت لسه ما خدتش بارت 2، تفكيري اتغير تماما. واجهت صعوبات في منصب مدير مالي في الاول، لان المدير مالي ما بيقومش بمهام محاسب، مدير مالي مهامه تانية خالص، قصة تانية خالص، ملوش علاقة بالقيود والحسابات والكلام طب ده. انت ايه اللي عملته علشان اساسا تنتقل منك انت شخص واخد السي ام اي؟ طب انت دلوقتي مسكت مدير مالي، ايه انت مريت بصعوبات. طب ايه مهم. اللي انت درسته في الوقت ده، او اللي انت اجتهدت فيه اكتر في المذاكرة، او انك انت عملت ايه علشان تواكب انك انت مجرد محاسب لانك انت دلوقتي مدير مالي؟ حلو. هجيلك في الكلام في النقطة دي. آم، أنا واجهت في الأول صعوبات لأن المنصب جديد، مهام المنصب جديدة. آه، حتى وإن كنت أنا دارس سيمي
مجتهد في شغلي، بس ده شغل تاني غير شغلي. اكيد. فبدأت أدور إيه اللي يخليني أكون شاطر كمدير مالي في سن صغير جدا. أنا كنت ساعتها بين 27 سنة، صغير على إن أنا أمسك منصب. وكانت الشركة رأس مالها 200 مليون ريال سعودي في الوقت ده، ما شاء الله. شركة كبيرة. وكانت ما شاء الله بتتعامل مع سما اللي هي البنك المركزي السعودي، امم. تقارير رايحة جاية. والمدير المالي كان هو اللي بيعمل الاجتماعات والميتينجز مع البنوك ومع البنك المركزي والإفصاحات والكلام ده كله، ودي كانت مسؤوليتي. فبدأت إن أنا أدور أثبت إزاي دي فرصة ربنا اداها لي، ويا إما أقتنصها يا إما مش هقدر أكمل فيها وأرجع تاني زي ما كنت. ايوه، في ناس بتفكر يقول لك انا اقعد مثلا شهرين ثلاث لا لا شهور وبعد كده ايه، انا كده كده اصلا راجع لحد ما يجيبوا موظف جديد. لا، أنا كان نظرتي في الوقت ده إن دي فرصة ربنا اداها لي وأنا أتيل الفرصة دي. الفرصه بتيجي مره واحده. أنا أتيل الفرصة دي اللي هو هي جت، وده اللي أنا كنت عايزه من وأنا لسه متخرج. فيثبت نفسي يا إما أنا منفعش إن أنا أحلم حلم زي ده. فعرفت إن في شهادة في الوقت ده كانت لسه طالعة جديد في الوطن العربي. هي موجودة أصلا من فترة في أوروبا وأمريكا والغرب عموما، امم. لكن لسه جديدة عندنا احنا في الوطن العربي. الشهادة دي كان اسمها ال FMVA. شهادة تحولك من شخص بيفكر كمحاسب وقيود لشخص بيشتغل على موضوع التحليلات المالية، الاناليسيز والنمذجة المالية، التقارير الاحترافية، التوقعات بتاعة الشركة في المستقبل. بتعلمك حاجة اسمها الكوربريت فاينانس، مهام بادجيتنج وفريكاستنج وموازنات بقى وتنبؤات وحاجات شغل إدارة رأس مال وكلام من ده واستثمارات. دي مهام مدير مالي، هو اللي بيقوم بالحاجات دي. فالحاجات دي أنا كنت لسه ما وصلتلهاش، فقلت هدرس الشهادة دي. الحاجة الحلوة إني لما قررت أدرس ال FMVA، كانت الشركة اللي أنا كنت فيها ماسك مدير مالي مؤقت امم. فاتحة لي الطريق وبتقول لي إحنا هندفع لك الفيز، رغم إنها كان راتبي ساعتها كويس. بس هم كانوا أنا ليه بقول لك على حتة الفيز واللي هم بيدفعوا كده؟ لأن البيئة نفسها محفزه. بتحفز. الشركات نفسها اللي أنا عديت عليها في السعودية كانت بتقول لي كمل اتطور، لأن أنت ما هتتطور هتفيدنا. فحبيت أوضح نقطة إن بيئة العمل بتفرق جدا في نمو الشخص. الشخص. نرجع لموضوع ال FMVA. درستها، خدت مني في الوقت ده أعتقد شهرين ونص. هي المفروض بتخلص كأفريج في 6 شهور 5 شهور، لكن أنا شهرين ونص لأني ما كنتش بنام تقريبا. انك في تحدي. لازم أثبت نفسي. فخلصتها، بدأت أطبق اللي أنا اتعلمته في شغلي. فالحمد لله قعدت كذا سنة مدير مالي في الشركة بدل ما أنا كنت رايح لمدة قصيرة. بدأ بقى الاكسبيرينس بتاعتي تتغير، الخبرة، التفكير، المايند سيت. ما بقاش الشخص اللي عارف ان دوره عبارة عن ان انا باجي الصبح بقول 1 2 3 ادي تسجيل محاسبي، قيد يومية، دفتر مش عارف ايه، مستندات، لشخص من مسؤولياته ان هو بيخطط للشركة في المستقبل، ان هو بيدير فلوس الشركة، بيقول الفلوس دي تتحط هنا ولا هنا ولا هنا، فرص الاستثمارية تكون هنا ولا هنا ولا هنا، أثر التوسعات على الشركة. كل الحاجات دي بدأت إن أنا أقوم بيها. بدأت إن أنا أقابل ناس بنك الرياض، من مديرين البنك، الناس الكبيرة اللي هو أنا بالنسبة لهم عيل، ما هو انت ايوه، لانك انت بس أنا واخدها في سن بالنسبة لهم قليل. رايح كإيه، منصب. امم. سيبك من سني أنا. آه، بدأت أقابل ناس من سما، أقعد وأتكلم. آه، انا بجاري الدماغ، عارف انا قصدي ايه؟ انا في سن امم. صغير وقاعد قدامي حد كبير دي بتديك خبرة كبيرة جدا، بعيدا بقى عن الشغل وعن طريقة وبتديني العمل. خبرة في التعامل. بالظبط. بس اديتني خبرة في الشغل برضو بطريقة كبيرة، لان انت بتتعامل مع ناس مش صغيرة لا سنا ولا قيمة،
وماسكين مناصب حساسة في مجالنا، مديرين بنك زي بنك الرياض، مصرف الرجحي، الماء، بنك المركزي السعودي. انت بتقعد معاهم بتتناقش في اتفاقات، انت فاهم قصدي ايه؟ مم. وانت المفروض بتمانج الاتفاق ده يكون لصالح شركتك. زي مثلا احنا هنعمل حاجة اسمها توريق، سيكوريتايزيشن. البنك بيقول لك طب انا هورق معاك اتفاقات مالية تخصنا، بالظبط. مش هندخل في التفاصيل. بس الفكرة انك بتبقى نيجوشيشن دي، انت عايز توصل لاتفاق معين يخدم الشركة، والبنك عايز يخدم نفسه، الممثل اكيد. بتاعه. ازاي بتقدر تتفاوض؟ الحاجات دي مهمة جدا في شغلانتنا، خصوصا لو انت بتنتقل من مستوى محاسب لمستوى إداري، اللي هو مدير مالي مثلا، والتخطيطات والكلام ده. بعد كده جت كورونا، فقعدنا فترة بقى بنشتغل من البيت وممنوع ان حد خلينا ينزل. نتكلم قبل كورونا. مهم. انت دلوقتي بتقول انك انت المهارات هي اللي ساعدتك، او ان انت المهارات الجانبية هي اللي ساعدتك انك انت تعرف تقعد مع مديرين اكتر بعيدة عن المنصب. يعني انت مهم. دلوقتي لما قعدت مع مدير في بنك الرياض، في غيره، فبالتالي انت لازم يكون عندك سوفت سكيلز او مهارات اكتر بجانب شهادة الاف ام في بجانب المنصب بتاعك، علشان تعرف تتفاوض في الميتنج. ولا ده ما كنش في لا بالك اساسا لا، ساعتها؟ هقول لك، هو الموضوع بيبقى سوفت سكيلز دي، هي لازم اي حد في الدنيا يكون عنده سوفت سكيلز عشان يعرف اصل هي يتكلم. مؤخرا بقت ترند، اللي هو ايه، كورسات بقى بتنزل يقول لك اتعلم سوفت سكيلز، اتعلم سوفت سكيلز. طب طيب الناس انا اصلا هجاوبك بسؤال تايهه في الحته لطيف. دي. لو انت عندك سوفت سكيلز لكن انت ما عندكش التمكين الكامل من الاتفاق اللي انت رايح تتكلم فيه، بس بتعرف تتكلم، هتعرف تعمل ديل؟ يعني انت رايح تتفق على حاجة معينة، وانت ما عندكش النوليدج، المعلومات والمايند سيت بتاعك، طريقة التفكير بتاعتك هتوصلك لإيه؟ هتعرف مستحيل. تعمل ديل ازاي؟ مستحيل اعرف اعمل دي. فالفكرة كلها ان اللي كان ينجح في موضوع النيجوشيشن او المفاوضات، جزء منه طبعا سوفت سكيلز، وجزء تاني انت فاهم قد ايه في عمق شغلك، فاهم مفاصل شغلك ازاي. ما انت لو مش فاهم شغلك هتروح تتكلم ازاي؟ فاهم صح. قصدي ايه؟ فدي النقطة بتاعت إجابة السوفت سكيلز مهمة أو مش مهمة. هي مهمة، هي مهمة حتى في حياتنا العادية. بس لازم تكون فاهم التكنيكال، وفاهم بالظبط. اكتر في البيزنس اللي انت شغال فيه. بالظبط، وانت هتتفق على حاجة وده قرارات شركتك ملزمة بيها، زي ما الطرف التاني ملزم بيه. ف... والشركة بتقولك انت اللي مسؤول، انت روح واحنا ماشيين وراك، اللي هتقوله انت اللي بتوقع. فانت لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. مسؤوليه كبيره. مسؤولية كبيرة، انت بتتكلم في ارقام مهولة. فاهم قصدي ايه؟ فنرجع بقى لنقطة، بعد كده حصل كورونا طبعا، الشغل من البيت، وانا كشخص يعني اللي هو الجو بتاع اني افضل بين اربع حيطان بقى 24 ساعة واشتغل من البيت وفترة طويلة وكده، وانا متغرب وما كانش معايا طبعا الاولاد او كده. فبصراحة قررت ان انا ايه، لا كفاية غربة بقى. انا قعدت كذا سنة اهو، فترة ليست بالقليلة، وانا كنت جاي لهدف معين، والهدف ده انا حققته. الهدف ما كانش مادي، مش ان انا اعمل فلوس. الهدف ان انا كنت عايز اوصل لمستوى معين ليا انا كمحمد في مهنتي، والمستوى ده ان انا اقدر احصل على شهادة مهنية او ان انا اجتاز شهادة مهنية، وده حققته في شهادتين، سي ام اي واف ام في اي. والحاجة التانية ان انا اخد تجربة اكبر من قدراتي او قدرات عمري في وقتها، ان انا اكون في منصب الطبيعي ان يكون حد اكبر مني سنا هو اللي فيه، والحمد لله قدرت. بعد كده نزلت مصر، آه، كنت ما بين حتة هل اشتغل في شركات ولا اعمل بيزنس. تمام. ففي يعني في نيتي انا، انا كنت مقرر ان انا هعمل بيزنس لنفسي، بس انا قلت لا، انا هجرب اشتغل الاول في شركات في مصر. يعني انا اشتغلت قبل ما اسافر في مصر، وبعدين سافرت سنين السعودية، وبعدين رجعت مصر وقلت هشتغل تاني في الشركات. اشتغلت في شركة هنا، ما شاء الله شركة جميلة في مصر، اشتغلت تقريبا 6 شهور، كنت مدير مالي.
لكن وصلت النقطة لسؤال كان في دماغي وانا نازل: مصر اتغيرت قد ايه كشركات؟ التفكير نفسه اتغير قد ايه؟ اكيد في فرق كبير قوي ما بين الشركات اللي موجوده في السعوديه والشركات اللي موجوده في مصر. واكيد مصر واجهتك مصر احسن من زمان في موضوع البيزنس والشركات، احسن من زمان بكتير. بس انا ما تأقلمتش. ممكن يكون لعب فيا انا، مش في يعني. الشركات جميلة، البيزنس جميل، ما شاء الله، لا ما فيش حاجة تختلف، بس انا اللي ما تأقلمتش. فاجابتي انا كان السؤال اجابته ليا، يعني إيه؟ هل انت هتقدر اذا وضعت في اصعب الحالات انك تكمل شغل في شركة في مصر؟ لان خطوة انك تعمل بيزنس لوحدك ده خطر. ده خطر، انت بتلعب في حاجة اسمها الثبات المادي بتاعك. لو انت موظف مدير مالي بقى، سي او ايا كان، انت عارف انك في اخر الشهر جايلك راتب. لكن لما بتعمل بيزنس انت ما بتبقاش عارف اللي هيحصل. طبعا بتبقى مخطط ومرتب وكل حاجة، بس ده مستقبل بإيد ربنا. مم. بس انت عارف ان في اخر الشهر انت مش عارف ان في رقم ثابت جايلك. فانا كنت نازل تاني من السعودية ومقرر من جوايا ان انا هران ماي اون بيزنس. بس قلت انا قبل ما ران الاون بيزنس بتاعي، اعمل بيزنس خاص بتاعي، انا عايز احط الورست كيس، اسوأ سيناريو ممكن يحصل، ان انا اعمل بيزنس وافشل واخسر فلوس كتير. في الحالة دي هيكون ايه الحل البديل؟ ان انا ارجع تاني ادور على شغل في مصر، كموظف. او ان احاول اسافر بره. صح. اكيد. فانا عايز اجرب الشغل في مصر هيكون عامل ايه. فروحت اشتغلت في شركة في مصر 6 شهور، ولقيت نفسي مش متأقلم. مش ان الشغل في مصر وحش، ممكن يكون انا اللي ما قدرتش اتأقلم. جميل. خلاص. فعرفت ان موضوع ان انا هران ماي اون بيزنس ده خطر، مش هتقدر تعالجه بعد كده بان انت تشوف شغل في شركة، لانك مش هتقدر تعمل ده. فهتقدر يا محمد تاخد الخطوة دي ولا لا؟ قدرت قبل كده في المدير المالي. لا، هي فكرة مدير مالي وان انت تشتغل بشغل الخاص بتاعك برضه بتختلف. مدير مالي انت في النهاية عارف انك هتاخد راتب، واقصى اللي كان هيحصل لي وانا مدير مالي هرجع هرجع تاني محاسب شغلانتي تاني الاولى، بالظبط. فبرضه في راتب. لكن انا دلوقتي بتكلم، انا راجل عندي اولاد، انا مش ماشي بطولي. هعمل بيزنس، البيزنس ده ممكن ما ينجحش، هعمل ايه؟ لازم تدرس السيناريوهات بالظبط. بتاعتك. والسيناريوهات ده انا اتعلمتها منين؟ من الاف ام في. ما اصلا احد ادواتك لفهم السيناريوهات وتحليل السيناريوهات هو جزء لا يتجزأ من شهادة اف ام في. ده على حياتك الشخصيه. اه، ما انت بتتعلم مش بس عشان المهنة، انت بتتعلم على حياتك. بتحط احتمالات لكل حاجة ونسبة الاحتمالات، وأسوأ سيناريو وأفضل سيناريو. طب السيناريو الطبيعي أو الواقعي بيمشي ازاي؟ العلم بتوظفه في كل حاجة في حياتك. طيب، فالمهم أنا قررت إن إيه، لا أنا هعمل خطوة وزي ما تيجي تيجي. البيزنس كان عبارة عن إيه؟ فكرتي كانت البيزنس. شوف، أنا لما كنت بشتغل في الشركات كان زملائي بيقولوا ان انا عندي السكيلز بتاعتي حلوه في التيتشنج، في الشروحات. مم. عندي مهاره في ان انا اوصل المعلومه. لو بشرح حاجه بتبقى سهله حتى لو هي في الاصل صعبه. هم كانوا بيقولوا كده. فانا فكرت في حته، لو انا فعلا عندي المهاره دي، وانا الحمد لله واخد شهادات مهنيه، والشهادات المهنيه يعني حاجه كل الناس اللي في مجالنا تقريبا بيتطلعوا انه يوصلوا ليها، لان دي حاجه بتحط لك. شفت انت كارت الاحتراف؟ ما هي ايوه. الشهادات المهنيه كده، هي بس بتفرق، بتقول ده شخص عادي وده شخص محترف. ده بيلعب في نادي محلي كرة قدم، وده بيلعب في ليفربول، محمد صلاح. وانت كده كده اصلا معاك كارت الاحتراف، واخدهم اتنين كمان، بالظبط، معاك شهادتين. الشهادة المهنية بتعمل كده، ده دورها. فأنا عارف إن الشباب عايزين يدرسوا، فأنا قلت طيب ليه ما فيتش الناس وفي نفس الوقت أنا كمان استفاد؟ فنجرب ان احنا ندخل في بيزنس ان انا اقدم شروحات. بدأت في الموضوع على قناة يوتيوب. بدأت احط شروحات
ليه نقاط في الشهادات المهنية. الحمد لله لقيت فيه قبول، لقيت فيه شباب من مصر مجتهدين، لقيت فيه شباب من الخليج بيدخلوا يكلموني. بعد كده بدأت أقول طيب، آه، إذا كان الموضوع كويس، هل الناس تقبل إن هي تدفع فلوس قصاد المعلومة ولا لأ؟ فبدأت إن أنا أعمل زي سيرفي، يا جماعة أنا هبذل مجهود أكتر علشان الشروحات بتاعتي هتتحول لمدفوعة. أنا كنت بحط شروحات مجانية، لكن أنا ببساطة ده يعتبر بالنسبة لي باب رزق. فأنا بنفعك بإن أنا بشرح لك وبوصلك للي أنت عايزه، وأنت بتنفعني بإن أنا باخد الأجر بتاعي مقابل. مقابل. الحمد لله لقيت إني الناس مشجعاني. ودي كانت حاجة بالنسبة لي يعني أنا اتبسطت بيها جدا. لقيت عدد كبير جدا من الناس بيقولوا لأ كمل، وإحنا هندفع فلوس. بدأت إن أنا طب أنا مش هفضل على اليوتيوب طالما في فلوس هاخدها من الناس، يبقى لازم أقدم حاجة احترافية، منتج احترافي. إيه المنتج؟ اتحولت المنصة، عملت موقع الإنترنت، بدأت إن أنا أعمل تراخيصي الحكومية وأوراقي علشان أبقى كيان. وبعدين بدأت أقدم الشروحات بطريقة بقى مور بروفيشنال، أكثر احترافية. واحدة 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 الحمد لله بدأ الاسم يتعرف. بفضل الله يعتبر عدد كبير، وإن شاء الله دايما في تزايد من الشباب درسوا معايا. بدأت إن أنا عايز إن أنا مش بس أطور نفسي كعلم في مجالي الفاينانس والتحليل المالي والكلام ده كله، لا أنا عايز أطور كمان قدراتي في الشروحات. فبدأت أروح أخد بقى كورسز في طرق الشرح. أنا تحولت المدرس، فطرق الشرح نفسها ازاي تعرف توصل المعلومة. انا كان عندي الموهبة ان انا اعرف اوصل المعلومة والناس كانت بتقول، انا عايز بقى الحاجة اللي هتثقل الموهبة. ازاي توصل المعلومة، وازاي تثبت المعلومة، وازاي تسلسل المحتوى اللي انت بتقدمه، بحيث ان اللي يحضر في الاول ويوصل للاخر يبقى عارف انت كنت ماشي ازاي. يعني انت في حياتك فاهمني؟ كلها ماشي على الاتقان. بحاول اكون مجتهد في الحتة دي. ف اي حد فينا المفروض يكون عنده اتقان في عمله يعني. ربنا اللي بيقول يعني إن انت بتشتغل بتاخد اجر، اتقن اللي انت بتعمله. بالظبط. وانا بحب دايما انه الحمد لله عندما اذكر اسمي في مهنتي، آه، الناس تقول الشخص ده كويس. مش عايز يتقال ان انا افضل واحد، بس يتقال لا انا استفدت منه كويس. مم. فالحمد لله قدرت ان انا بقى انتقل من شرح شهادة لشرح شهادة تانية، لان انا اعمل كونتنت يخصني. ليه اخترت اساسا التحليل المالي؟ او خلينا يعني انت ليه اخترت التحليل المالي؟ وايه هو اصلا التحليل المالي للناس اللي مش عارفة اصلا التحليل المالي؟ ليه اخترت التحليل المالي؟ لأن التحليل المالي بيشغل الدماغ. التحليل المالي عايز واحد عنده القدرة على استيعاب قصة شركة، مش يقرأ أرقام، لا هو يفهم قصة شركة وبناء عليه إن هو يحدد أداء الشركة دي بطرق ومعادلات وخلافه. بس التحليل المالي أقرب ما يكون ليه كأنك أنت طبيب بتكشف على مريض. هو الأداة اللي بتخليك تفهم نقاط القوة والضعف بتاعة كل شركة. هو اللي بيخليك تعرف في المستقبل في الغالب، يعني بنسبة مش 100% تأكد، بس بنسبة ليست بالقليلة، هي الشركة دي هتروح فين. وده بيخدم جدا في المجال بتاع النمو الاقتصادي اللي بقى موجود دلوقتي في معظم الدول. معظم الشركات بقت بتتجه لموضوع التحليل المالي والنمذجة المالية وتقييم الأعمال. اكيد اي شركة عايزة تعرف تتنبأ للخمس سنين جايين ايه يخططوا ازاي بالظبط. والاستثمارات يعني. كان في رمضان كان كريم عبد العزيز عامل اعلان على مجموعة هشام طلعت مصطفى، وبيقول ان هي تم ادراجها من الاسواق النامية وشركة، وتعمل لها تقييم. وعارف فاكر الاعلان ده لو ايوه. تفتكروا؟ الاعلان ده لو احنا نطلع منه كده الكلام اللي اتقال، ما هو ده شغل التحليل المالي والتقييم والنمذجة المالية. فانا اقصد ان من احتياج السوق للحتة دي،
بقى الحتة دي بقت براند دلوقتي او حاجة زي ترند كده، اللي هو ايه، دي الحاجة اللي هتخليك بقى تتنقل في حتة تانية خالص، من ناحية التفكير، من ناحية آه، التعمق في فهم قصص الشركات. وانا عموما بحب ده، بحب الالغاز، مم. بحب اقعد ادور واشوف طب دي جت منين، طب دي ازاي حصلت، عارف الجو ده. فده ايوه. السبب ان انا حبيت التحليل المالي، ان انا حابب المجال ده جدا، حابب ان انا اقعد افهم فين الغلطة في الشركة دي، ليه الشركة دي مهددة. طب لو الشركة دي النهاردة سهمها يتباع، القيمة العادلة بتاعته كام؟ هل هو سعر السوق ولا سعر أقل ولا سعر أعلى؟ الكلام ده كله بيشغل الدماغ، وأنا ده بحب ده اللي كده. احنا اللي احنا بنشوفه مستمعين للبرامج وللشركات والكلام من ده، اللي احنا بنشوفه اللي هو زي شارك تانك. زيها كده لما يجي يقول لك أنا لما أجي أعمل أدخل معاك الاستثمار وعايز أطلع بالإكزيت، هيكون المالتيبل بتاعي كام، المقرر كام، طب التي في بتاعتك هتطلع بكام، الحاجات دي كلها. ما هو ده شغلنا. انت مم. النهارده عشان تعرض على مستثمر ان هو يجي يستثمر في مشروعك، هو بيقول لك انا هدفع لك كام واخد كام، صح؟ وانت محقق كام وهتحقق كام. انت محقق كام، هو بيسأل من باب المعلومة علشان يعرف انت كنت ماشي ازاي، لكن هو مش هيكسب حاجة من انت محقق كام. مم. يعني انا النهارده لو جيت شاركتك وانت محقق السنة دي مليون دولار، انا بشاركك في اللي جاي مش في اللي انت بالفعل محققه. لا، الفكرة ان هو يعرف ان هو حقق النهاردة مثلا السنة اللي فاتت مليون دولار. مم. السنة اللي جاية ايه إيه الاهداف بتاعتك؟ هو برضو ما بيشتغلش عشان الفلوس. هو المستثمر اللي بيروح لشخص بيستثمر معاه علشان سببين او ممكن اكتر من سبب على حسب بقى المستثمر. مم. بس اللي انا شايفه كعامل اساسي الشخص ورؤيته المستقبلية والارقام. ما هي الرؤية المستقبلية هي دي اللي لا، الشخص بتترجم. الرؤية المستقبلية شايف البيزنس بتاعه بعد مثلا 5 سنين هيوصل لفين. ما هي نقطة وكيكا شايف دي بقى، نقطة شايف بالأرقام. دي احنا بنترجمها الرقم، صح؟ أكيد. طب بنترجمها لرقم ليه؟ يعني نسأل نفسنا، المستثمر بيدخل أي استثمار عشان هدف واحد بس، يزود من ثروته. أنا أكيد. بدفع فلوس ليه؟ علشان أخد فلوس أكتر من اللي أنا دافعها، صح؟ فأكسب. ده منطق أي مستثمر في الدنيا. أكيد طبعا. المستثمر لما بيجي لمشروع أو لشركة بيقول انتوا عايزين ندخل معاكم شريك او بتعرضوا اسهمكم نشتريها، طيب احنا عايزينك تعمل كده، احنا كشركة هنقول كده. المستثمر بيسأل سؤال، العائد على استثماري ده ايه، هاخد منك ايه؟ عشان تجاوب على السؤال ده بتمر بعدة مراحل، منها انك بتسأل هو انتوا هتعرفوا تستمروا لحد امتى في مستوى النمو بتاعكم. النمو بيتحول لإيه؟ لإيرادات، الإيرادات بتتحول لإيه؟ لتحصيلات، والتحصيلات دي عبارة عن إيه؟ نقدية بتدخل جيبك، صح؟ النقدية دي بتروح لمين؟ للملاك، الملاك اللي هم مين؟ المستثمرين. المستثمر وصاحب إذا المستثمر لما بيجي يبص بيبص لمستقبلك كشركة، علشان ده اللي هو هيستفاد منه. لكن ينفع تيجي تقول لمستثمر والله تعالى استثمر، ده أنا لسه محقق السنة اللي فاتت مليون دولار؟ مستثمر هيجاوبك هيقول لك طب انا مالي، بالظبط. انت حققت مليون دولار وخدتهم، مبروك. أنا هديك كام أكسب كام. انا من النهارده عايز اعرف انت هتديني كام في اللي جاي، لان انت مش هتديني من اللي فات. وكل ده بيعمل من خلال التحليل المالي. التحليل المالي والنمذجه الماليه والتقييم. ايه الشهادة الفعلية اللي أنا أخدها علشان أبقى في البوزيشن ده، إن أنا أبقى شخص مسؤول عن مسؤول عن بص هقول لك، التقييم والفالويشن. هقول لك آه، اشهر شهاده دلوقتي هي الاف ام في في الجزء ده، جميل. خلاص. طيب ده لو انت بتتكلم كبراكتيكال، يعني انت عايز تتعلم بشكل نظري مخلوط بتدريب. حركة عادي عادي عيد. عادي. قول بس طيب انا ايه ماشي، انا قلت ايه بعد براكتيكال؟ انك انت عايز طيب براكتيكال نظري مع استنى، التدريب. ماشي. براكتيكال يعني ايه براكتيكال؟ يعني انت عايز تتعلم جزء نظري وتخلطه بتطبيق عملي مكثف، وتقدر انك تطبق بسرعة اللي انت بتتعلمه.
ده دور الاف ام في. بس الاف ام في شهادة ما بتاخدش وقت كبير، ما بتاخدش سنين في الدراسة. هي دورها انها بتدخلك للمجال ده. تحطك على على اول الطريق. بالظبط. طيب انت عايز انك بقى تتعمق في العلم نفسه، تحليل بقى المالي وتحليل الاستثمارات وكده، بتتوجه لسي في اي. طب ليه احنا معظمنا ما بيروحش لسي في اي؟ اللي اعرفه انا اه، صعبة جدا ده اولا. سيبك من صعبة جدا، هي مش صعبة جدا ولا حاجة، امم. بس كبيرة جدا، كبيرة اه. ككونتنت كبيرة. يعني اعتقد كان في وهم موجود كده عن سي اف اي، يقول لك والله انت اول ما بتدخل سي اف اي في ليفل 1 بتلاقي في وشك ماده اسمها الكوانتيتيف ميثودز، والماده دي الاساليب الكميه والاحصائيه صعبه جدا وبتاع. آه، لما جيت ذاكرت الماده دي، يعني اعتقد، انا مش بقول ان انا شاطر، انا بقول ده الطبيعي ان اي حد لو دخل وركز هيعرف يجيب. اعتقد انا خلصتها في اسبوعين. فانا حتى سالت سؤال على امم. الجروب عندي على الفيسبوك في الوقت ده، قلت يا جماعه هو الكوانتيتيف ميثودز دي كان ايه الصعب اللي فيها؟ انتوا ليه مخوفين نفسكم منها كده؟ الشاهد تاني، مش ان انا بقول لك ان انا شاطر او ذكي، بالعكس انا بحس ان انا شخص عادي جدا بس مجتهد. مجتهد. فالفرق ان انا بحب اسعى، أه، وما بأمنش بكلمة الخوف. يعني انا بقول انه الحاجة اللي يتخاف منها انا بروح لها. الناس كلها بتخاف من سي اف اي كوانتيتيف ميثودز. طب انا عايز ادرس كوانتيتيف ميثودز مش عشان خاطر ان انا ادرس سي اف اي، لا انا عايز ادرس الحتة اللي مخوفة الناس. فاهمني؟ فكرتني كلام بيتقال على الفيس او هي كمثال او مش عارف هي حقيقة ولا لا، ان الشخص اللي هو كان موجود في مدرج مم. ودكتور بتاع جامعة كتب مسألة وقال ان دي من اصعب المسائل ومفيش حد فيكم يعرف يحلها. يحلها. مهم. والشخص ده كان قاعد من ضمن في المدرج مهم. بس كان نايم. مم. فصحي لقى المسألة مكتوبة على بورد. على البورد، مهم. فقال لك نقلها وراح البيت حل المسألة، افتكرها ان هي مسألة موجودة للكل علشان الكل يحلها. مهم. فرجع تاني يوم المدرج فادى سلمها. للدكتور مم. الإجابة. مم. فقال له انت حلتها ازاي؟ انا قلت ان دي من اصعب هو الراجل لو هو شافها وسمع الدكتور بيقول له ان دي من اصعب الحاجات، فهو ما كانش هيعملها، ما كانش مهم. هيحلها، مهم. علشان في حاجة اسمها وهم الخوف. الخوف، الخوف. او الخوف من انك انت اساسا تعمل حاجة تطلع غلط. لا، فهو ما كانش خايف، هو ما كانش في باله هو ما اساسا كانش عارف ان دي حاجة ان بيتقال عليها ان هي صعبة جدا. بالظبط. ما هي نقطة الخوف دي يا استاذ احمد بتوقف ناس كتير جدا. مع ان احنا بنفكر فيها، خد التجربة. يعني طالما انت ماشي في طريق اجتهاد وسعي، هتخسر ايه؟ ايه اللي هتخسره؟ وقت. لا انت مش هتخسر وقت، عارف ليه؟ في لان في مجالنا ده بالذات كل ما هتتعلم اكتر، حتى لو ورقة لقيتها في الشارع قرأتها بس، انت استفدت، ما ضيعتش وقتك. هتحتاج المعلومة اللي فيها دي في يوم من الايام. عارف انت الكوميك فاهمني؟ اللي موجود على الفيسبوك، انت هتخسر ايه؟ مش انت هتخسر خسران حاجة. كل حاجة. لا، انت مش خسران كل حاجة، انت كسبان. مم. ما هو علشان تقدر انك توصل لمستوى معين انت عايزه في اي مجال، طريقك هو ان انت تتعلم. وكل ما تتعلم اكتر كل ما هتلاقي نفسك محتاج تتعلم تاني اكتر. اكيد. دايما يقول لك ايه، التعمق في العلم بيخليك دايما بتحس انك بالتقصير. انك مقصر او انك لسه قدامك كتير. فدايما تلاقي اللي متعمق في العلم التون بتاعه هادي، ما بيتكلمش كتير، ما بيعملش بروباجندا كتير، ما يقعدش يقول انا شاطر، ما يقعدش يظهر نفسه. الجامد ما يقولش على نفسه جامد. لا، يعني زي كده. ف دايما تلاقيه هادي كده. فبينما اللي ما بيكونش جامد بيقعد يقول على نفسه ان انا جامد، زي ما انت بتقول العكس بتاعها. نرجع لنقطة التحليل المالي. انا عايز اقول لك ان اهتمامي بالتحليل المالي وحبي ليه اكتر من كونه بقى بالنسبة لي ده الكارير بتاعي في التدريس، خلى ليا زي فرص لعمل بعيد عن التدريس، اللي هو ايه؟ الكونسولتنج. انا الحمد لله بيجي لي عملاء من بحرين، سعودية، قطر،
كويت، إمارات، مصر، علشان أعمل لهم تحليلات مالية وتقييمات للشركات، سواء فرص استثمارية أو سواء علشان الشركات نفسها تعرف أدائها ماشي إزاي ومتوقع عليها في المستقبل إيه. فالمجال ده بيغير تفكيرك، بيوفر لك مساحات أوسع جدا في أبواب الرزق. فأنصح الناس إنها تدرسه أو تتعلمه، معايا مع غيري مش فارقة، عشان الناس ما تفتكرش إن أنا بقول تعالى ادرس معايا. ادرس معايا حد في الدنيا، بس ادرسه. ادرس المجال. ادرس التحليل المالي والتقييم والنمذجة المالية، هيفيدك جدا، لأن أنا دايما بقول ده المستقبل. في مجالنا احنا المستقبل هو للتحليلات المالية. دي حاجة نخش أنا في مقتنع السؤال بيها. اتفضل. اللي هيكسر ال AI. مهم. هيقدر ان هو يخلي إن المحللين الماليين يقعدوا في بيوتهم ما يشتغلوش. بالظبط. على فكرة دلوقتي في AI ما هو دلوقتي في موجود، بس المشكلة في ال AI إن هو ما بيقدرش يفكر بعقل البني آدم. ال AI في النهاية هو ذكاء اصطناعي، فأنت بتديله بيانات أو بتسأله أسئلة، هو بيجاوبك بناء على قاعدة بيانات عنده، أو عن سيرش بيطلع لك النواتج من على الإنترنت وبيهندلها لك في إجابة يحسسك إن هو إنسان زيك. لكن لما تيجي تبص في تفاصيله، لو أنت شخص فاهم اللي أنت بتسأله فيه، هتلاقيه إن هو عنده قصور. ليه؟ لأنه ما بيفكرش بمنطقنا. وأنا قلت لك في أول البودكاست إن التحليل المالي بيفهمك قصة الشركة، والقصة هنا مش بس أرقام. فالاي اي هيعرف يجاوبك على الأرقام، تقول له حلل لي القوائم المالية بتاعت الشركة، هيقول لك يلا نسب ربحية، نسب سيولة، كفاءة، سوق، ملاءة مالية، وتفضل. بس هو ما يعرفش قصة الشركة، ولو قلت له قول لي قصة الشركة هيجاوبك، بس هيطلع الإجابة بتاعته ناقصة، ناقصة لللوجيك بتاعك أنت كإنسان فاهم. اكيد. هتحس ان هو شفت انت ايه، هو بيحاول ويجتهد بس ما وصلش. فانت دايما بتستخدم الاي اي ازاي؟ ايد مساعدة ليك، هو بيعمل تسريع لشغلك. زمان كنا بنيجي نعمل دراسة للشركة، بنقعد نقرأ عن الشركة كتير، تقارير سنوية وتقارير مجلس إدارة وجمعية عمومية والكول كونفرنس وتقارير المواقع المالية، ياهو فاينانس وبلومبرج وكابيتال اي كيو والحاجات الجميله دي. نقعد شهور ندرس الشركه قبل ما بنعمل لها تحليل مالي او نمذجه او تقييم. فكانت الكيس الواحده بتاخد مننا وقت. كيس يعني الشركه، انا مطلوب مني ان انا اعمل تقييم للشركه دي واعرف سعر او قيمه السهم العادله بتاعتها كام، تاخد مني بتاع شهور، لاني ببحث كتير واقرا كتير عن الشركه. دلوقتي لا، الموضوع ما بياخدش الفتره دي. ليه؟ لان انا عندي في اداه مساعده اسمها الاي اي، بقول له جمع لي التقارير للفتره الفلانيه الخاصه بالشركه الفلانيه، ومن التقارير ويجمع دي لك المصادر كمان. والمصادر ولخصها لي، واديني هايلايت على نقاط معينه انا عايزها. فاللي انا كنت بعمله بايدي هو بقى بيسهلها. بس مين اللي بيدير؟ انا مش هو. بالظبط. لو انا سبته وقلت له اعمل لي انت التقييم، صدقني هيطلع لك التقييم لا يمكن الاعتماد عليه. اكيد طبعا. فاهمني؟ فما يتخافش من الاي اي، مستحيل يقدر ان هو يوصل للمرحله دي. قول. السؤال اللي الناس عايزة تسأله وعايزة إجابة ليه، وهو الشهادة ولا الخبرة ولا التقدير بتاع الجامعة هو اللي هيخليني أبقى شخص ناجح في الحياة، أو شخص حتى لو موظف بس أنا موظف براتب كويس بحالة اجتماعية كويسة. انت قصدك مهنيا ناجح؟ مهنيا ناجح. شوف، التلاتة مهمين. تقدير الجامعة بيكون مهم في فترة انك اتخرجت، انت لسه فريش وعايز تشتغل. فأول سؤال بتتسأله، انت تقديرك الجامعي ليه؟ عشان الشركة اللي انت بتقدم فيها تعرف انت كنت شخص مستهتر ولا مجتهد. جميل. فالتقدير الجامعي لفترة معينة أو لمرحلة معينة مهم. اشتغلت في الشركة، بتبدأ تركز على الاكسبيرينس، الخبرة العملية، لأن السؤال اللي هتواجهه لما تروح شركة تانية، انت خبرتك كام سنة؟ فاهمني؟ أيوة. فبقت الخبرة مهمة. طيب،
وصلت لخبرة كويسة، بس حاسس انك عشان تعلى اكتر ويحصل لك اكسلريشن وتسارع في مستواك الوظيفي، سواء فكريا وطريقة تفكير او حتى ماديا الرواتب، تعمل ايه؟ شهادة تروح مهنية. للحل التالت، الشهادات المهنية. الشهادات المهنية زي ما قلنا كارت احتراف، دي اللي بتنقلك بسرعة من مكان لمكان، من مستوى لمستوى، من عقل لعقل في التفكير. ايوه. فالتلات حاجات اللي انت قلت لي عليهم دلوقتي، التقدير والخبرة والشهادات المهنية، مهمين، بس أنا- كل واحدة بتكون في مرحلة معينة مهمة. بالظبط. تمام. ودي اساسا كانت في ضجة اساسا الفترة اللي فاتت دي عن الموضوع ده، ان بص، هو هل انا مش الشهادة ولا يعني انا دايما الخبرة. ما بحبش ادخل في مناوشات، ما بحبش مم. ادخل في جدالات. الاساتذه كلهم على راسي من فوق، انا اللي واحد فيهم، لا، ماليش انت دعوه باي انت حاجه بتحصل على اختصرتها السوشيال ميديا. بشكل فعلا صريح جدا وبشكل منطقي. بمعنى ان انا دلوقتي انا خريج كلية تجارة، فانا التقدير عندي الاهم في الفترة دي. خلصت كلية تجارة واشتغلت، فبقيت الخبرة فعلا الاهم في الفترة دي. صحيح. هل الشركة التانية لما تيجي تسألك هتسألك هل انت اساسا تقديرك كام، ولا هتبص على التقدير؟ بص على الخبره. هتبص على الخبرة صحيح. اللي بعدها علشان تثبت فعلا انك انت خبير، وهي الشهادات المهنية. عشان تقدر انك تطور نفسك اسرع. بالظبط. تمام. بالظبط كده. حاجة تانية بقى، وده اللي بشوفه في أغلب خريجين كلية تجارة، وهو اللي هو باصص إن يا جدعان أنا عايز أشتغل في البيج فور، أنا عايز أوصل للبيج فور. كأن الهدف الأساسي لأي خريج تجارة إن هو يشتغل في البيج فور. يا جدعان في حاجات كتير قوي ممكن تشتغلها، بعكس إنك أنت تشتغل في البيج فور. فكره ان البيج فور دول افضل 4 مكاتب مراجعه في العالم، فليهم مستوى خاص من السمعه الطيبه. تخيل، أنا بقول لك يعني افضل حاجه في العالم. فطبيعي ان اي حد يكون لسه متخرج نفسه يوصل لمكان زي البيج فور. زي زمان كده اما كنا احنا اول ما نتخرج نقول نفسي اشتغل في بنك، انت نفسك توصل لمكان تبقى واقف كده تقول انا شغال اشتغلت في البيج في البيج فور. فور، في KPMG. ودي حاجة حلوة على فكرة، مم. ان الواحد يكون عايز يوصل لمكان كويس. آه، فاعتقد ان دي الاجابة اللي الناس بتفكر فيها، ان اولا الراتب هيكون عالي، انت شغال في مكان كبير. تاني حاجة السمعة في الCV بتاعتك، انا كنت شغال في مكتب من مكاتب البيج فور. الخبرة اللي هتاخدها في اكسبيرينس عالية هتاخدها لان انت مع ناس محترفة. فده اللي ممكن. طب ما هو مش هيوصل للبيج فور او ان هو يشتغل في واحدة من الشركات دي الا لما يكون عنده خبرة كبيرة، او ان هو يكون مؤهل اصلا ان هو يشتغل في البيج فور. احنا بنتكلم في خريج تجارة يقول لك انا عايز اشتغل في البيج فور. يا حبيبي انت مش هتشتغل في البيج فور. لا، يعني هو انت لازم بيشتغل. تسعى وتشتغل كتير وتتعب كتير وتجتهد اكتر علشان توصل للبيج فور. هقول لك، هم بالعكس، هم ممكن يشتغلوا اول ما يتخرجوا في البيج فور، بس عارف بتيجي ازاي؟ ازاي؟ بتيجي من النقطة اللي احنا لسه قايلينها من شوية. شهادات المعنية. لا، المرحلة الأولى لأي طالب لسه متخرج هو تقديره الكويس. البيج فور منها هنا في مصر، انت عندك حازم حسن اللي هو KPMG في اه. مصر. حازم حسن بيطلب خريجين جداد، بس شرط يكون التقدير جيد جدا أو امتياز. فشفت هو طالب ايه؟ انت لسه فريش بس معاك تقدير عالي. فهنا الإجابة إن التقدير مهم. انت هتدخل واحد من البيج فور اهو، حلو جدا. فتقدر تدخل البيج فور أول ما تتخرج، بس لازم تكون عارف وانت داخل أولى كلية إن هدفك بعد ما تتخرج إنك عايز تدخل مكتب من مكاتب البيج فور. يعني انت لو في اولى كلية دلوقتي، تانية كلية بالكتير تفرم قوي. نفسك مذاكرة بالظبط. عشان توصل إنك تقدر تدخل، فاسعى لحلمك. طيب، اتخرجت والتقدير ما صادفكش، جبت جيد مثلا، فانت عارف انك تقديرك مش هيسعفك انك تقدم في البيج فور، وانت نفسك توصل للبيج فور. هتعمل ايه؟ طالما انت عايز واحد من البيج فور، يبقى انت عايز الكارير بتاع المراجع، مراجع المالي، المراجع الخارجي. فانت هتدخل في اي مكتب مراجعة ذو سمعة طيبة، وتبدأ تاخد فيه اكسبيرينس، وتبدأ انك زي ما بيقولوا كده ما تاخدش موضوع ان شغل بتقدمه. لا، ده هي
علم بتعلمه، تطبيق بستمتع بمهنتي. فهتكون مميز في مهنتك، وبعد كده تاخد شهادة مهنية تناسب مهنة المراجع الخارجي. الشهادة المهنية دي هي اللي هتقويك لما تيجي تقدم في البيك فور بعد كده. تمام. فالفرق ما بين طالب متخرج بتقدير عالي ودخل بيك فور على طول، وما بين طالب اتخرج بتقدير مش عالي لكنه هياخد وقت لانه بيدفع ضريبة استهتاره في الجامعة، او ان ظروف ما ساعدتوش انه يجيب تقدير حلو. بالظبط. هياخد بقى شوية وقت اكسبيرينس، خبرة، زائد انه هيذاكر له شهادة مهنية كويسة زي CPA مثلا. CPA شهادة مراجعة، فبيدرسها عشان لما يجي يقدم يعرف يشتغل. ففكرة الاهتمام الشديد بالبيج فور دي حاجة حلوة مش وحشة، لأنها بتخلي الناس تجتهد. ما أنت مش هتوصل للمستوى العالي إلا إذا كنت تستاهله، وطموحك عالي. وطموحك عالي وبتجتهد وبتتعب. ف يعني أعتقد إن دي رؤيتي أنا للموضوع ده. نرجع لمحمد خليفة. مهم. ماشي. محمد خليفة اللي قريب منك او اللي عارفك عارف حالتك المادية، آه. بس انت ما بتبرزش الكلام ده على السوشيال ميديا زي اغلب الناس اللي موجودين حاليا في السوق. مش في المجال بتاعك بس، في اغلب الناس اساسا بتعمل كده، انها مم. بتظهر انها بقى معاها فلوس وعربيات والكلام ده على السوشيال ميديا علشان تبين اللايف ستايل بتاعها وان مم. انا جامد والكلام من ده. ليه انت ما بتظهرش الكلام ده على السوشيال ميديا؟ وانا اشتغلت معاك وانت من اكتر الحاجات اللي بتنبهني فيها اللي مم. هو لا مش هننشر الحاجات دي على السوشيال ميديا. مم. في أسباب بتبقى عند الواحد للجزء ده. أول حاجة ان حالتي الماديه بتهيألي الناس مش هتهتم بيها. يعني ايه اللي هيفيد الناس في ان يعرفوا انا معايا فلوس او مش معايا فلوس؟ الحمد لله انا الدنيا كويسه معايا، وربنا يا رب يرزق الجميع. بس انا مش بشوف ان دي الحاجه اللي المفروض اقدمها للناس. الناس عايزه مني ايه؟ الناس عايزه مني ان انا اقدم لها محتوى علمي كويس، لان انا دوري ان انا بقدم شروحات، بشرح كورسات او دورات. فالناس تشوفني شاطر في الحته دي، هي دي بالنسبة لي الإنجاز، لأن دي مهنتي. لكن قصة إن أنا أظهر بإن أنا عندي عربية، أنا مش عارف بلبس كويس، أنا بسافر، أنا باجي، أنا بروح، فأنا جامد جدا ومفيش زي اتنين، بصراحة أنا بشوفها ضعف. آه، موبايل صيني ما بتيجي تشتريه بيقول لك خد معاه السماعة، ايربودز الايربودز، وخد مش عارف شاحن وايرلس، وخد حاجات كتير جدا كده. بينما لما تروح تشتري منتج من منتجات ابل بيقول لك لا، الموبايل لوحده والايربود بتاعها لوحده والسماعة لوحدها. والسماعة ده الموبايل لوحدها. كمان بيجي من غير صح. شاحن يعني. ليه؟ ليه؟ جاوب على السؤال. ليه؟ ليه ابل بتعمل كده وليه الصين بتعمل كده؟ لان الصين عارفة ان منتجها جودته ضعيفة، فعايزة تدي لنفسها ميزة تانية، فبتقول لك اشتري مني المنتج وخد حاجات كتير معاه. بينما ابل هي عارفة المنتج، هي عارفة هي بتقدم ايه، مم. فبتقول لك انا هديك جودة كويسة جدا، كويس، ومقابل الجودة دي انا بقول لك والله انت هتاخد الحاجة دي بس، الموبايل بس من غير الايربود. الايربود هتشتريها بحاجة تانية لان جودتها كويسة جدا. فانا بطبق ده كمبدأ عندي. وده اللي انا شفته انا في بطبق في ده زي كذا ما قلت لك. حاجة. زي الكورس الاف ام في انت مم. عملت فيه طاقة مرعبة. ناس لحد النهاردة الناس الحمد لله. بتبعت تشكر في الكورس، الحمد لله. وحتى الجديد بيشكر في الكورس. الحمد لله. وده سكرينات معانا احنا السي الحمد في بتاعك لله. معانا. السي سيدي دي بتاعك سيديهاتك معانا. معانا. فانا بس حابب النقطه و- دي بالذات عشان اوضح. هي كل واحد فينا ليه طريقه او استراتيجي في ان هو بيبرز قوته. انا رايي المتواضع ان ابراز قوتي هي في النقطه اللي الناس هتستفيد مني فيها. الناس يهمها ان انا شخص بقدم شروحات او كورسات في مجال التحليل المالي والنمذجه الماليه وتقييم الاعمال، فاينانشال موديلنج والفالويشن. اذا هم عايزين يشوفوني شاطر قد ايه في الحته دي. خلاص، ما يلزمهمش ان هم يشوفوني انا غني قد ايه، او فلوسي قد ايه، او بسافر قد ايه، بلبس قد ايه، بروح هنا باجي هنا. انا راجل مش بتاع فيديو زي دي. انا راجل في النهايه دلوقتي مدرس. هتاخد مني ايه لما تعرف ان انا بسافر وباجي وبروح؟ هتكسب مني ايه؟ ولا اي حاجه، صح؟
ولا حاجة. بس انا هحط لك شويه حاجات زياده كده عشان اقول لك بص انا جامد ازاي وبسافر. مش ده اللي بيحصل في الحقيقه؟ اه. طيب انا مش كده. ادي الفكره كلها. اللي انا شفته في اللي انت بتعمله في مهم. الكورسات ومؤخرا في الكورس اللي موجود في السعودية حاليا واللي معتمد في السعودية، مهم. شفت انك انت بتحب كل حاجة تبقى كاملة. حتى كان في الكوميونتي اللي انت بتعمله مم. اجلته علشان البرنامج اللي انت بتعمله لثلاث مستويات، اللي هو اصلا المستوى الاول فيه بيتفوق على الاف ام في اي، مهم. مش كشهادة بتاخدها، بس المحتوى اللي موجود في الكورس بتاع الاف ام في اي. ككونتنت كمحتوى بالظبط تقصد. كالمحتوى. ليه بتحب السيمترية او بتحب انك انت تكون في كمال في الموضوع؟ بص هو يعني مبدئيا كده احنا مش عايزين نقول ان مش عايزين نقارن بين برنامج انا بعمله بين اف ام في او ايا كان. كل الشهادات حلوه كل العلم حلو، وانا يا سيدي بجتهد وخلاص. وربنا يسهل. لكن حته السيمتريه دي هي دي مش حاجه انا بحبها، هي دي حاجه موجوده فيا زي اي حد بيكون عنده حته ان هو عايز ان الحاجه او المنتج اللي بيطلعه واصل لدرجه اتقان عاليه جدا. فبيرهق نفسه في ان هو يدقق في تفاصيل كل حاجة بيقدمها. فمثلا انا ممكن في محاضرة بقدمها نص ساعة اقعد 3 4 ايام اسجل واحذف واسجل واحذف واعيد واقرا زيادة واعيد هيكلة الموضوع علشان في الاخر اطلع نص ساعة. طب وهل ده فاهمني؟ غلط ولا صح؟ انا بشوفها بالنسبة لي انا كمحمد موضوع مرهق جدا. يعني بشوف ده مرض. طب لو حد بيحب يعمل الكلام ده او هو في الشغل بيعمل الكلام ده، مهم. هل ده نسميه من ضمن ان هو عايز ان هو بيتقن في العمل، ولا هو شخص ان هو ممكن يعمل الحاجة دي ويكون ليها برضو هتطلع نفس النتيجة بس باسلوب ابسط من كده؟ بص بالنسبة للشركة اللي الموظف ده بيشتغل فيها هي هتكون مبسوطة من يكون عنده سيمترية دي. اكيد. لأن هي بتستفاد، هو بيتقن في العمل لدرجة اكيد. مهولة. اكيد. لكن بالنسبة ليه هو، لحياته الشخصية. أو حتى مش لحد شخصية، حتى ليه هو كشخص بيفكر، هو بيلود جدا على نفسه. انت عارف سيمترية دي يعني الموضوع ازاي؟ أبسط مثال احنا صورنا البودكاست ده قبل كده، حصل. قلت لك شيله التاني. ليه؟ والله اعلم في ده نعمل فيه. وده ممكن نعمله، ممكن نشيله وقت تاني. ليه؟ عشان عندي المشكلة دي وده حقيقة. أنا مم. حاسس إن أنا عندي جزء من مرض السيمترية ده، اللي هو حتة إن حاجة لازم تكون مظبوطة في مكانها. أنا الكلمة دي لو نطقتها بطريقة معينة وأنا بشرح، لأ أنا المفروض أعيدها تاني. أنا المفروض المعلومة دي ما ينفعش إن أنا أقولها لما أكون عارف أصلها جاي منين، تفاصيلها جات إزاي. افتح كتب كتير، اجيب مصادر كتير، اسيرش على الاي اي وعلى الانترنت. فبأهلك في الموضوع فعلا بيهلكني ذهنيا جدا. بس الفكرة انك مش عارف انام. انت فاهم قصدي ايه؟ مم. انا لو طلعت محاضرة مش راضي عنها ممكن اصحى في الفجر وامسح وعيد وطلع واعمل. حتى في شغلي قبل كده كان نفس القصة. انا ما كنت شغال في شركات كان عندي المشكلة دي، اللي هي حتة ان كل حاجة لازم تكون مظبوطة قوي. الميزة في الموضوع ان انا كده في الشغل بس. يعني انا بره الشغل لا ما عنديش الحتة بتاعت السيمترية دي. انا في شغلي بس كده. في شغلي بتلاقيني بدقق في كل حاجة فيما يخصني انا كمحمد، اللي هو الدور اللي انا بقوم بيه. لكن التيم اللي معايا ما بعملوش بمنطق حصل. التدقيق في كل حاجة، لان بحس انه لعل ربنا حاطط فيها حتة السيمترية دي فانا برهق نفسي. فانا هرهق مم. الناس اللي معايا؟ لا. الناس كل واحد بيدير شغله والناتج في الاخر بنشوفه بس. و- ويمكن ده السبب انك انت استمريت لحد النهاردة بتدرب، وانك انت دربت اكتر من 7800 واحد، انك انت آه مطلع جودة كويسة جدا في الكورس بتاع الاف ام في اي بالسيمترية، وانك انت لازم تكون حاجة جامدة جدا. هل ده بسبب انك انت مستمر لا لحد النهاردة؟ والله مش عارف. يعني انا حتى انا مش عارف اقول لك ايه، بس هو انا ممكن تكون هي جزء من السبب. بس انا بقول لك والله انا بشوف ده توفيق ربنا. اكيد. بشوف حتة عدد الطلاب او الناس بتقول ايه او الكلام ده هو توفيق ربنا لا اكثر ولا اقل يعني. خلينا بقى نلخص اللي احنا قلناه. مهم. بس انا السؤال الاخير وهو
ايه المهارات اللي الشخص يتقنها، سواء سوفت سكيلز او شهادات، علشان يوصل لمستوى كويس او حياة اجتماعية كويسة. على حسب هو يتخصص ايه. لا انا بتكلم اللي هو هو كده كده الشهادات، كل شهادة ليها لها تخصص. تخصص صحيح. لا إيه اللي هو يعمله في الحياة عموما مهم. علشان يوصل لحالة اجتماعية كويسة. ان هو يكون دايما عنده هدف عايز يوصل له بعد فترة معينة، ويرتب خطواته للوصول للهدف ده، ويستمر في الخطوات. مفيش حد بيقدر يوصل لحاجة معينة لمجرد التمني، ومفيش حد بيقدر يوصل لحاجة معينة بطريقة غير مخطط ليها أو بطريقة عشوائية. عايز توصل خليك منظم أوي، وخلي عندك دايما الاستمرارية، والأهم من ده كله إنك تبقى عارف أنت عايز توصل لإيه. يعني مفيش حاجة مثلا اسمها أنا عايز كمان 5 سنين يبقى معايا فلوس كتير. لا، انت عايز كمان 5 سنين يبقى معاك فلوس قد ايه، علشان بناء على الإجابة دي انت هتشوف الطريق اللي المفروض تسلكه والخطوات اللي هتسلكها علشان خاطر توصل للرقم اللي انت عايزه ده. لو بنتكلم على المستوى المادي. طيب على مستوى مثلا انا عايز كمان 5 سنين اكون في منصب معين في الشركة اللي انا فيها او في شركة تانية او ايا كان. ما انت بتشوف بعد كده الخطوات بقى، تفكير استراتيجي. الهدف اهو خطوة واحد اتنين خطواتك تلاتة ايه اربعة وامشي خمسة عشان عليها اوصل لده. واستمر، وخليك مؤمن انك دايما هتقابل صعوبات في طريقك. اكيد. الدنيا ما بتمشيش بشكل مثالي، هتلاقي تخبيط كتير، صعوبات كتيرة. تقبل وتعامل وكمل بس. اعتبرها دي نصيحة لل يا عم انا اقل من ان انا ادي نصيحة، احنا قاعدين بندردش خلاص مع بعض. خلاص خلينا نسأل السؤال الأخير. اتفضل. ليه ما بتظهرش في ايفنتات أو بتروح أماكن تجمعات كتيرة؟ ليه ما مثلا في أماكن بتروح مثلا السعودية، الإمارات، الكلام من ده كله، مم. ليه ما بتروحش الأماكن دي كتير أو انت التجمعات دي قصدك كتير؟ المؤتمرات والايفنتس اللي بالظبط. بتحصل؟ والله بص يعني اقول لك الاجابة المباشرة، مش فاضي بس. مش فاضي. بس كده. ده حقيقة يعني. مم. وده مش معناه ان المؤتمرات دي مش مهمة، ده مهمة جدا، وبتعرفك على زملاء ما شاء الله عليهم يعني. بس الفكرة كلها ما عنديش وقت. انا وقت كله يعتبر انا عايز فوق يومي يوم تاني. فاهم يعني زي ما بيقولوا كده، لو ينفع الواحد يشتري الوقت بفلوس انا هدفع فلوس واشتري وقت. لكن المؤتمرات دي مهمة جدا. انا والله نفسي ان انا اروح يكون عندي وقت واقدر ان انا اقابل الزملاء، يعني ما شاء الله عليهم نجوم اتشرف بيهم دايما. هم على راسي من فوق وانا اقل واحد فيهم، بس انا فعلا مش فاضي، مفيش وقت. خلاص بقى ادينا نصيحة نهائية انا قلت للي لك شاف انا اقل من البودكاست ده. ان انا ادي نصيحة لا لا والله. اديهم نصيحة. والله نصيحة لاي حد في مجالنا انه اجتهد. اجتهد وما تنبهرش. مفيش حد احسن منك، مفيش حد وصل لحاجة انت مش هتقدر توصل لها. الفكرة كلها في فرق ما بين واحد بيجتهد وواحد بيحلم ويسكت. واحد بيحلم ويقول انا مش هقدر ان انا اكمل بس. بالظبط. وانا ادي نصيحة للناس اللي اتفرجت علينا. على راسي. انا كده اقل من ان انا ادي نصيحة، بس لا لا، انت دي ازاي؟ حاجة كويسة. انت ازاي يا ان عم؟ انت الشخص كبير يا عم. في بداية حياته كواحد خد بقى شهادة اف ام بي اي، خد شهادات بره المجال عموما، مم. بيكون ان هو واثق من نفسه ان هو هيكسر الدنيا. مم. بس هنا انت ما عندكش المعلومات الكافية انك انت شخص تكون مؤهل. انت هنا في المرحلة دي انت واثق من نفسك، بس المعلومات عندك قليلة. لما توصل لمستوى معلومات عندك كتيرة جدا، هتلاقي نفسك ثقتك بنفسك قلت اصلا. مم. ففي المرحلة دي انت فعلا انت هنا اللي تلقب عليه او انك انت شخص مجتهد في الحتة دي. مم. بس في البداية خالص ما تثقش في نفسك جامد قوي، علشان ما توصلش للغرور صح. فتتكسر خالص. بس صح. فاهم حاجة، انت ما تثقش في نفسك جامد مش معنى انك انت ما تبقاش واثق من نفسك. واثق في نفسك بس ما تتغرش مم. لحد ما يكون عندك النوليدج الكاملة والمعلومات الكافية انك انت تكون شخص
زي محمد خليفة كده، زي محمد تقيل خليفة ايه؟ في المجال. لا لا، محمد خليفة غلبان والله. غلبان يا خالص. باشا. احنا بنجتهد بالظبط. بس يعني، لكن لا اكثر ولا اقل. بس شكرا كده يا استاذ اتشرفت احمد، بيك والله يا استاذ شكرا على محمد. الاستضافة، شكرا جدا.